أنا قررت أغيّر مواعيد السحور، مواعيد السحور الرسمية اللي هي قبل الفجر بساعة أو بنُص ساعة وكده مش جاية معانا خالص يا جماعة، ومع المسحّرات مش جاية معانا خالص. أنا ولادي في مدارس بننام تقريبًا كل ساعتين بنصحى عشان نتسحّر مرّة، عشان المدارس مرّة، فالعيال الصراحة مظلومين جامد. فأنا غيّرت مواعيد السحور، كمّل فيديو معايا للآخر واعملوا متابعة للقناة ودوس لايك، ربنا يكبر بخاطرك وينوّر لك كل اللي في بالك إلا تعمل متابعة للقناة. طبعًا إحنا طبعًا بما إن إحنا أصلًا صاحيين لحد 11:00 على ما نخلّص التراويح ونخلّص المذاكرات والواجب اللي ورانا، تبقى الساعة فعلًا بقت 11:00. فإحنا قررنا إن إحنا نسهر كمان ساعة زيادة يعني 12، وقُمت عملت السحور واتسحرنا كلنا كلنا، وخلاص الولاد بقى هيخشوا يناموا على كده عشان في الصبح مدرسة. لإن الصراحة الموضوع ظُلم جامد عليهم، يعني إحنا بننام 11 مثلًا ونُص، نرجع نصحى 03:00، نرجع تاني نصحى تاني 06:00، فطبعًا الموضوع كل ساعتين تقريبًا بنصحى، فالموضوع طبعًا صعب مع إيه، فإحنا قررنا إحنا نغيّره. فلو ولادِك في المدارس ما تسهّريهمش أو ما تقعّديهمش للسحور الرسمي، لأ، سحّري ولادِك قبل ما يناموا، كده هو نفس الساندوتش اللي هو هيصحى ياكله ساعة السحور، هو يعني بياكل أكتر من ساندوتش يعني، اعمليه له وريّحي نفسِك، أو قومي وضّبي سحور واتسحّري أنتِ وولادِك وخلاص. الموضوع ما هوّاش صعب، إنّما القلق بتاع كل يوم وكل ليلة ده، الصراحة الموضوع يعني صعب جدًا، 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 عشان خاطر برضه ما يبقاش حرام عليكِ.